السلام عليكم حبيبتي، السلام عليكم اخواتاتي. بعد الصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام نقول لكم مرحبا بكم داركم، ان شاء الله تكونوا قاع بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم تحلية رائعة بمعنى الكلمة. تحلية راقية جدا والبنة خيالية، وان شاء الله ديروها رمضان ان شاء الله وديروها لكل الايام ان شاء الله. ونقول لكم ان شاء الله تابعونا للاخير، فيها عده اسرار والبنه روعه والشكل اروع. وغادي دروك ان شاء الله هنوري لكم الشكل تاعها. بسم الله، غادي نقلع لكم. بسم الله، نقلع لكم كيما هكا. نقلع لكم كيما هكا مورسو منا. بسم الله يا ربي. شوفوا الشكل وشوفوا الشكل تاعها، شوفوا الشكل تاعها روعه ما شاء الله. شوفوا دوك الطبقات اللي درناهم، على قلت لكم طبقات غير بشويه عليهم، ما تخلطوهمش باش ما يدخلوش في بعضهم البعض. دروك نبدو على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لهذا التحلية لازمنا عصير تاع البرتقال، لازمنا الحاجة الأساسية لي بودوار، هادو هكا لي بودوار. الحاجة الأولى نغطسو كيما هكا لي بودوار، نغطسوهم ونحطوهم في السيركل تاعنا، ولا اللي عندكم هذاك السيركل لي ديمونطا ديروه احسن كيما هكا. درت ركن تاع دروك نديرو في الجهات اللي كيما هكا، نديرو جهة السكر نديروها ملهي هكا حتى نكملو. نزيد نوري لكم وحده بالك ماهيش باينه. البنات ماذا بكم اللي دخلوا دروك نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله القناه تعجبكم. ماذا بكم ديروا لنا لايك وتشاهدوا الفيديو للاخير. تحليه روعه ما شاء الله، ما رايحيش تندموا عليها. تحليه راقيه يعني تحليه كلاس، تحمر لك وجهك ما شاء الله عليها. ديريها لدارك، ديريها لضيوفك، حاجه روعه. انا نكمل كاع لو تور. اللي كملت كاع لو تور تاع السيركل تاعنا نوخروه كيف هكا، نوخرو على جهه ونروحو للبرتقال تاعنا. عندنا باش عامل حبات على البرتقال احنا، ودروك نشوفوا اللي قلنا نصف لتر تاع البرتقال. نقبضوا البرتقال كيما هكا. هذا بكم البرتقال اللي يكون فيه الماء نقصوها هكا ونعصروا البرتقال. قاع تعرفوا تعصروا البرتقال. انا رايحه نكملهم كاع نعصرهم باش الفيديو ما نطولهش عليكم ونولي لكم. بعد اللي عصرنا البرتقال تاعنا، درك الخطوه الزاوجه نصفيوه بسم الله كيما هكا حتى نكملوا كاع الكميه تاع البرتقال. نحكمو كاسرونه كيما هكا، نحكمو زوج كاسرونات، وحده من وحده من، كيما هكا. عندنا الكاسرونه الاولى نديرو فيها نصف لتر تاع عصير البرتقال،
الكاسرونه الثانيه درت فيها نص لتر تاع الحليب، نديرو في عصير البرتقال. بسم الله. نديرو واحده، زوج، ثلاثه، ربعه. الا كانت عندكم التشينه حامضه بزاف ديروا 5 ملاعق. ماذا بكم تشروا البرتقال اللي تكون تاع العصير ماشي تاع الماء، على خاطرش انا درت الطامسون تقعد تغبنك شويه في العصير وما تلقاش فيها الماء بزاف. والكاسرونه الثانيه اللي فيها الحليب نديرو فيها نفس الكميه، عندنا زوج، ثلاثه، ربعه. عندنا النشا، تحليه رائعه ما شاء الله. ماذا بكم البنات اللي عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك، عاونونا باللايك، وشوفوا الفيديو للاخير عندنا الاولى، وديروا لنا البدا، ديروا لنا كومونتير محفز على حساب الفيديو، على حساب الوصفه. زوج، ثلاثه، ربعه. هذه النشا، 4 ملاعق تاع النشا. نخرو هذا على الجهه. وهنايا تنجمي ديري نشا وحده، وتنجمي كيما انا غادي ندير 2 ملاعق نشا و2 ملاعق تاع طاحين، عفوا. ثانيه تاع النشا، وغادي ندير الطاحين، لانه الطاحين لا كريم باتيسير ولا لي ديسير هادو تاع الاخر يجوا بالفارينه، يجوا احسن، يجوا اخف. غادي ندير 2 ملاعق تاع الفارينه، تما درنا 2 مايزينا و2 فارينه. دروك نروحو ندوهم فوق النار ونحركو حتى اللي تحصلوا على كريمه. كيما هكا راه فوق النار راني نخلط العصير تاع البرتقال المكونات تاعه، ونخلط فانيك الحليب بالمكونات تاعه باش نديرو كريمه. لما يتقالوا ان شاء الله نوري لكم البقيه. دروك ندير هنايا ملعقه كبيره بعد ما تقالت التحليات تاعنا، ندير ملعقه كبيره تاع زبده ونخلطها. هذاك الوصفه الحقيقيه دايرين الماسكاربون، انا ما بغيتش ندير الفرماج، بغيت ندير الزبده احسن، وكل وحده والذوق تاعها. نفس الشيء كريمه البرتقال فانيك نخلطوها كيما هكا مليح حتى اللي تدخل فيها. الحاجات اللي كنديروها اخر حاجه عندي ملعقه صغيره معمره تاع الفانيلا باش نكملوا التحليه. دروك نركبوا التحليه تاعنا، تحليه رائعه، قمه في البنه، قمه في الجمال. ماذا بكم البنات ما تنساوناش غير باللايك ودعاوي الخير. بسم الله. نديرو كيما هكا، كيما هكا طبقتين كيما هكا تاع كريمه، ومن بعد نديرو كريمه البرتقال نفس الكميه. بسم الله. نديرو نفس الكميه تاع هذه، ما ندخلوش دافيده، نديروهم غير من الفوق كيما هكا فانيك. نعاودو نفس الكميه فانيك، نمسحوها باش تجينا خدمه شابه ومتقونه. نعاود ندير فانيك نفس الخطوات حتى اللي نكملوا الكميه كاع. راكم تشوفوا انا نزيد ندير لكم هذه ونكمل كاع نوري لكم.
ما نطولش عليكم الفيديو، غير هكا، غير من الفوق، ما ديروش ما تدخلوش لا فيدا. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربي يهدينا إن شاء الله ويثبت كما قال لك موازيننا إن شاء الله يا أرحم الراحمين. أنا نكملها كاع ونوري لكم، نكملها كاع باش تحسن نوري لكم للآخر. خدمت شوية وقلت نوري لكم للآخر باش كان ما تعرفش ولا كان اللي تتلف لها ولا كيما هكا. تحلية رائعة ورمضانية إن شاء الله بامتياز. إن شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحة والهنا، لا فاقدين ولا مفقودين يا أرحم الراحمين. ونكملوا كريمة الليمون تاعنا. شوفوا كيما هاك، غير من الفوق، وهي من بعد غادي تعطيكم واحد النظرة وواحد البنة ما شاء الله. نزيدو نكملو، باقيها شويه بيضه نكملوها. استنوا تشوفوا نجيب هذا احسن، لاسباتول هذه باش نديرو خدمه شابه وما نبدلوش عليه. كيما هذه راهي دير كاس صغير. غير فماك هكا ونسقموه، ما نعبسوش بزاف. كيما هكا التحليه تاعنا دوك نخليها تبرد هنا برا شويه. من تدفى شوفوا خلوها غير هكا، نضربو غير خفيف، خلوها تبرد غير شويه هنايا برا، ومن بعد نروحو نديروها في المجمد تبرد مليح ونكمل لكم الوصفه. شوفوا البنات، بعد لي التحليه تاعنا بردت، درتناها في المجمد وبردت، راح نقلعها لكم. شوفوا بسم الله، هاي تنقلع فاسيلمون، راكم تشوفوا فيها ما شاء الله كيما هكا. انا راني موجده لا كريم شونتي دايرتها في تبرد، درت كاس حليب، ميم با كاس حليب، تقريبا كاس حليب، ودرت غبرة الشونتي. بصح ماذا بيكم ديروا الحليب بارد بزاف، انا درت الحليب درته مجمد. ها راهي مواسيه مليح، بارده مليح، راكم تشوفوا ما نزيرش عليها، ندير غير من الفوق كيما هاك، غير من الفوق. انا رايحه نطويها كاع ونكملها وندير لها صاير داير ان شاء الله ونوريها لكم كيما هكا. وتشوفوا البنات راني درت لها كاع صاير داير كيما هاك. تنجموا تخلوها كيما هاك، تنجموا ديروا لها هذا السكين تاع الخبز تسوقوها كيما هكا، ولا بالكوبات. السكين جاي حاد احسن كيما هكا. هذه غير كيما حنا نقولوا فكره وخلاص، تمسوها هكا. انا راح نزيد نديرها تبرد، دروك نبرش عليها
قشرة تاع برتقال. بسم الله كيما هكا. شوفوا هذيك الزينه الطبيعيه ما شاء الله عليها. حنكملها. البنات التحليه تاعنا شوفوا راهي واجده ما شاء الله، تحليه راقيه بمعنى الكلمه، والبنه ما نحكي لكمش، والشكل ما نحكي لكمش، والداخل حاجه روعه. غادي دوك مي تتقطع ان شاء الله غادي تلقاو كيما قال لك المفاجاه، تلقاو فيها كاع هذوك لي زيطاب اللي درناهم، غادي تجي شكل رائع جدا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. نطلب منكم تطلبوا الشفاء العاجل للاب تاعي ان شاء الله، ربي يشافيه ويشافي كاع المؤمنين يا رب العالمين. نقول لكم صلوا على خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونتلاقوا في حصه اخرى ووصفه اخرى باذن الله. ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.